ده الاهلي وده الوداد، وده ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. بدايات الاهلي ماسك كوره وده طبيعي جدا لانه في ارضه وسط جماهيره، بس في المقابل والناحيه الثانيه الوداد عامل جيم دفاعي قوي، والكلام ده يعتبر استمر لمده 17-18 دقيقه. كره ركنيه مضبشه مش معروف لها ملامح، ما تعرفش راحت لكهربا ازاي وراح بيها انفراد، لكن حطها في ايد الحارس. بس مش مشكله، كويس انك وصلت، وده كان بمثابه انذار كبير للمغاربه. وبعدها الدنيا فضلت رايحه جايه شويه لحد ما جه الرد المفاجئ من المغاربه، واللي كانت بالمناسبه ما تقلش حاجه عن كره كهربا، بس زي ما تألق المطيع تألق شوبير، وكده مفيش حد احسن من حد. وكنا خلاص خارجين من الشوط الاول، زي ما دخلنا زي ما خرجنا. لكن حسين الشحات عمل كرة 1 2 مع حمدي فتحي، اتطرفت شويه لكن حسين عرف يسيطر عليها، وفي وسط تتنيحه غريبه من لاعيبه الوداد حسين الشحات بيقدر يرفع كرة عرضيه ما كانتش محتاجه غير دماغ تو فقط، وبكده 1-0 للاهلي. وفي اخر ثواني الشوط الاول شوبير بيشيل كرة تانية وبتحسسك وبتطمنك ان راح اسد ونزل اسد مكانه. ومع بدايه الشوط الثاني كان ممكن الوداد يباغت الاهلي بجون مفاجئ، لكن الكرة بتيجي في الشبكه من بره. وبعدها في حوالي الدقيقه 58 كرة طويله من محمد هاني، وفي ظل خروج غريب جدا من حارس الوداد اللي خلى حتى حسين الشحات ما يعملش مجهود في الكرة، وبمجرد ان هو بصل كهربا كانت الكرة في الشبكه، وبكده 2-0 للاهلي. بعدها حصل اكبر غلطه لاي فريق كسبان، انه يتراجع للدفاع ويسيب للخصم السيطره على الكوره، وكانت نتيجه ده ان فريق الوداد راح بهجمه ولولا ستر ربنا جت في العارضه، وده يعتبر كبمثابه انذار شديد اللهجه. وبعدها الاهلي حاول يرد بجون ثالث، وكان في فرصه وخلاص تو قطم وبعت الكره لكهربا، وخلاص كهربا هيوديها لكن راحت ضعيفه. ساعتها الناس بدات تتضايق، هو احنا ليه معصلجه معانا على الثالث؟ وطبعا ظهر في وسط المعجنه دي لقطه يحيى عطيه الله بتاعت الهند، واللي مش عايزين نتكلم فيها كتير، وده لان المغاربه بيروحوا بكره تانية وبتسديده تانية لكن شوبير بيطلعها برضه، وده كده تاني انذار وكده كتير. وتحس ان دي رساله من ربك وبيقول لك خلاص رصيد الستر عندك بيخلص. وبعدها المغاربه راحوا بالثالثه وقال لك الثالثه ثابته. الولد المغربي عمل 1 2 مع زميله، وبعدها خرق دفاعاتك وبعتها لزميله اللي جاي من ورا، وقال لك السنيوره دي مكانها الشبكه، وساعتها بيقدروا ان هم يقربوا النتيجه ل 2-1. هو كده عمل اللي هو عايزه، هو عايز لا 0-0 لا فرق واحد، وبكده انت يا باشا نولت غرضه. وطبعا عارفين بتوع شمال افريقيا اللي بيجيبوا الجون اللي يطمنهم من هنا وينام بقى خلاص، تعالى بقى في المغرب واللي يقدر على التاني. العيال دي في ارضهم في وسط جماهيرهم بيكونوا عاملين زي اللي مقطع بطاطه، مش باقيين على اي حاجه، وحلك الوحيد هناك انك تباغتهم مش تهاجمهم، لان هم شياطين في المرتدات، وانت الوقت صبعك تحت ضرسهم، يعني لازم تسايس امورك وما تبقاش غشيم. واشوفكم الحلقه الجايه واحنا راجعين بالسنيوره من كازابلانكا.